عليكم كل مشاهدين ومتابعين ملك الكرة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في إطلالة جديدة مع ملك الكرة. اللي بيشوفني أول مرة عشان يعني برضو بنفكر بعض يعمل اشتراك ويعمل يفعل الجرس ويتفاعل بقى معايا في القناة. ده بيدعمنا زي ما قلت لحضراتكم اللي احنا بنقدم كل ما هو جديد في عالم الدنيا أو في عالم الكرة المستديرة. والحقيقة يمكن كتير جدا من الناس بيعلقوا تعليقات إيجابية بتسعدني جدا، وفي كتير مش كتير الحقيقة. يعني هو برضو في عدد كبير الإيجابية أكتر، وفي عدد بيقولوا إحنا عايزين الدوري، الدوري الإيطالي، عايزين دوري المصري، ركز على النادي الأهلي والزمالك والكلام ده. وفي ناس بتقول لي ركز على الأهلي أكتر. طبعا إحنا بنتكلم بمهنية شديدة جدا وبنتكلم بحياد، لكن عشان برضو تعرفوا انا لما الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا لازم ما فيش حاجه اسمها حياد. الزمالك لما بيلعب في بطوله افريقيا انا بشجع الزمالك، لما بيراميدز بيلعب بشجع بيراميدز، لما فيوتشر بيلعب بشجع فيوتشر. اي فريق بيلبس تيشيرت او فانيلة المنتخب المصري او يمثل مصر سواء الانديه او منتخبات انا بشجعه يعني على طول. منتخبات طبعا ده اكيد، لكن الانديه كمان انا بشجعها. يعني انا اصل ملهاش علاقه بقى باهلي وزمالك، انا ما اعرفش، انا كده. في ناس تقول لك لا ده الزمالك يتغلب بره، لا ده الاهلي مش عارف ايه احنا مش عايزينه لا ما فيش الكلام ده، انا ما عنديش القصه دي. لكن انا بتكلم بمهنيه ومصداقيه وشفافيه، لان اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اساس الرياضه. اساس الرياضه. بس الزمالك خد 40 بطوله والاهلي خد 3000 بطوله وبيراميدز خد 7000 بطوله. الكلام ده لا يعني انا شخصيا لا يعنيني في شيء حقيقه يعني، لكن يعنيني اللي فيه منتخب قوي، اللي فيه لعيبه كويسه محترمه عندها روح رياضيه. وعشان الناس بس ما تقعدش تتشنج اللعيبه كلهم، وعشان انا عارف انا خبره 25 سنه في المجال، فبقول لكم لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز كلهم اخوات واصحاب، والشقه دي ولا الفيلا دي جنب الفيلا دي ويتفسحوا بره مصر في الصيف، يعني عايشين حياتهم حياه طبيعيه، هم كلهم اصحاب في النهايه، هم اصحاب على فكره. لكن انت بتتصدر لك اللي ده ضد ده، وبتاع لعيب الاهلي ما بيحبش ده. لا طب ما هو احمد توفيق اللي كان لعيب في الزمالك، وكان اخوه اكرم توفيق في الاهلي، وكان مش صالح جمعه ما كان وفي الاهلي، وعبد الله جمعه في الزمالك. عادي جدا، عادي جدا الموضوع عادي، والموضوع ما فيهوش اي مشاكل وما فيهوش اي شد وجذب. لكن الناس تتعلم الروح الرياضيه. يعني امال هم ليه قالوا التربيه قبل التعليم؟ يعني هم ليه قالوا وزاره التربيه والتعليم؟ ما قالوش ليه وزاره؟ يعني لان التربيه قبل التعليم دي حاجه على الماشي، لان انا بلاقي ناس سلوك كده وناس متعصبه ومتشنجه بشكل غير مبرر الحقيقه. طيب عشان بس ما نروحش بعيد عن الموضوع، عايز اقول لكم افتتاح مبهر النهارده لقطر، وكل الناس الحقيقه زعلت من هزيمه قطر. ليه؟ الجمهور العربي ده البروتوكول اللي عجبني قوي في الموضوع، الجمهور المصري، التونسي، المغربي، السعودي، يعني كل الجماهير العربيه، المغربي، كل الجماهير، لو ليبيين موجودين برضو نفس القصه، لو سودانيين، كل الجمهور العربي عمل حاجه زي اسمها رابطه. يعني قطر بيلعب يلاقي العالم، الناس اللي هي بيمثلوا المنتخبات او بيمثلوا الدول العربيه في قطر كلهم موجودين، الجاليه العربيه كلهم بيشجعوا قطر. النهارده شفت المنظر كان عامل ازاي؟ برضو المغرب نفس القصه، السعوديه نفس القصه، تونس نفس الموضوع. هيبقى كل العرب او كل الجاليات العربيه للدول في الدوحه، والدوحه دي عاصمه قطر بالمناسبه طبعا، كلهم هيشجعوا المنتخب العربي ايا كان هو، سواء تونس، سواء كان السعوديه، سواء كان المغرب، سواء كان قطر. شوفي دي روح رياضيه، ده اللي انا بقى بتكلم فيه، اللي قطر دلوقتي بتنفذه على ارض الواقع او بتطبقه على ارض الواقع. لما يكون فريق عربي بيلعب يبقى احنا كلنا مع بعض. انا مش يعني تبقى دي حاجه جميله جدا جدا، وفي تعاون بين الجاليات العربيه والجماهير العربيه. وعايز اقول لكم يعني بصراحه هي قطر وفرت كل حاجه. خيام اللي مش عايز يقعد في فندق موجود، خيام مجانيه، انترنت مجاني. الحقيقه افتتاح مبهر لمونديال كاس العالم. اللي الحاجه الوحيده او اللي عقر الصفو زي ما بنقول، او مش عايز اقول افسد البطوله مبكر، هو هزيمه قطر من الاكوادور 2-0. على الرغم ان كل الناس رشحت ان قطر هتفوز على الاكوادور وهتكسب وهتتعادل مع السنغال ومع هولندا وهتوصل لابعد من كده في الدور الثاني. ما فيش خبير الا اذا كان رشح المنتخب القطري للوصول لابعد من كده للدور الثاني، سواء هيبقى في المركز الثاني او افضل ثالث منتخب في البطوله. طيب على العموم
مش عايز اقول المنتخب العنابي او منتخب قطر، والعنابي ده اسمه الشهرة لمنتخب قطر زي ما حضراتكم عارفين. انا كل حاجة هوضحها عشان في ناس ممكن تكون بتخش اول مرة، يعني اعذروني، فتبقى فاهمة احنا بنتكلم على ايه. منتخب قطر اللي هو شهرته اسمه العنابي، زي مصر اسمه الفراعنة مثلا، ما كانش على المستوى المأمول. يعني الحقيقة حسن الهندوس هو كابتن الفريق وافضل لاعب رقم 10، المفروض اللي هو من الهدافين ولاعب كبير جدا، مستواه بعيد خالص 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 عن الفرقه. اكرم عفيف ما فيش خالص. يعني انا شايف الفرقه حتى المدير الفني ما كانش بيغير. يعني الطريقه انت بتلعب، انا شايف ان انت بتلعب 4-3-3، طريقه غير مناسبه ليك. وخاصه ان انت مش عارف مستوى الاكوادور، انت المفروض تلعب 4-4-2 او تلعب 4-1-4-1، لان انت لما تيجي بتلعب مع فريق بالنسبه لك مجهول بعد تغييرات، يعني في 5-6 لعيبه من الاكوادور، مش هو ده الاكوادور بتاع البطوله بتاعت امريكا اللاتينيه او اللعب تودي، فبالتالي انت لازم تلعب بحذر معاه في اول ربع ساعه، لان اول ربع ساعه الخبره اللي انت ما يجيش فيك جون او يتعمل عليك هجمه او مشكله. انت في هدف اتلغى بداعي اللي هو التسلل، او في اعتقد اللي هو فاول على المهاجم لصالح حارس المرمى القطري، واعتقد مظبوط يعني الكلام صح. والكره الثانيه ضربه جزاء برضو يعني صحيحه، احرز منها نجم الاكوادور اللي هو رجل المباراه اعتقد النهارده هو فالنسيا. الحقيقه انا يعني انا مش عارف، لكن ان شاء الله نتمنى البطوله تبقى افضل وافضل. لكن اللي عاجبني الجمهور العربي، الترابط الشديد، وده بقى هو الدرس المستفاد بالنهارده، لان قطر كده بشكل كبير بعدت عن التنافس. لان احنا كمان لسه ما شفناش منتخب هولندا والسنغال. هولندا والسنغال ممكن مفاجاه يطلعوا اقل كمان من الاكوادور، تخيلوا، او ممكن يكونوا في نفس المستوى. فبالتالي ممكن يحيي الامل او يدي فرصه تاني لمنتخب العنابي في العوده للبطوله والصعود للدور الثاني. هل ده يحصل؟ لما نشوف الفرقتين ممكن نقول، لان البطولات الكبيره ادي قطر اهو، قطر اللي كل الناس رشحتها اللي هي هتقدر توصل للدور الثاني، لعبت اداء ولا اسوأ من كده. انا ما اعتقدش لو قطر لعبت 100 مباراه هيبقى بنفس هذا المستوى السيء. مفيش اي كوره زي ما قلت لحضراتكم، والنجوم اكرم والهندوس مختفين تماما، ومختلفين عن فريق الاكوادور. مفيش خالص من اللاعبين، رعب شديد جدا، خايف، مرعوبين، رهبه، انا مش عارف ايه، بدون اي مبرر، بدون اي مبرر. ده انتوا لعبتوا مباريات وديه كتير، انتوا عندكم حافظين بعض تقريبا في المراكز، بتلعبوا بطريقه 4-3-3 افضل اداء ليكم بالخطه دي. ممكن تلعب 4، مش عيب تلعب 4-4-2، مش عيب، مش العيب تلعب 4-1-4-1، يعني في كذا طريقه. لكن انت لعبت 5 اعتقد، لا يعني العب 5-3-2 عادي، يعني العب 5-4-1 يا سيدي، يعني مفيش مشكله. المهم ان انت ما تتغلبش في اول ربع ساعه او كده. لكن نتمنى القادم يكون افضل باذن الله. لك افتتاح مبهر جدا للمونديال، امكانيات عاليه جدا. الفريق اللي او المنتخب اللي قدر ينظم مونديال كاس العالم باكتر من 100 مليار دولار يقدر يعمل البطوله في شهر نوفمبر الحقيقه اللي هو الشتاء في قطر. اشوفكم ان شاء الله في اطلاله جديده في متابعه للمونديال واحداث كبيره جدا باذن الله، كواليس واسرار مع ملك الكره. سلام.